قال لك قيمة الخسائر هتتحدد وفق بنود العقود الموقعة بين الزمالك والرعاة. يعني الزمالك ماضي عقود مع الرعاة اللي بتوعه. طب الماتش ده ما اتلعبش، قيمة الماتش ده في العقد كام؟ اكس. تخيل الزمالك هيدفعهم. ده اللي بيقول احمد دياب. بس الفضائي اللي ما اتعملش قيمته كام؟ وخسائر البث الفضائي قيمتها كام؟ اكس. الزمالك هيدفعها. تخيل هيدفع بقى الرعايات اللي عندها مشاكل، هيدفع البث الفضائي اللي عنده مشاكل. على رأي الضماطي، كان عامل محمد الضماطي عضو مجلس إدارة الأهلي عامل بوست بيقول لك إن كان أهم ماتش في الدوري ما اتلعبش، طب الرعاة تعمل إيه؟ يعني وتقول الأندية بتئن وعايزة رعاية أكبر وفلوس أكتر المواسم اللي جاية، طب الرعاة تدفع فلوس أكتر ليه؟ كان أهم ماتش في الدوري ما اتلعبش لأي سبب كان، بعيد عن الأسباب، أو بقول لك كده يعني. واحمد دياب بيقول لك ان الفلوس دي هتدفع بره الغرامات اللي هتوقع على الزمالك اللي ليها علاقه بالانسحاب. فيعني عشان كده بقول لكم من المصائب لا تاتي فرضا. نادي الزمالك من ضمن الحاجات اللي بيفكر فيها بقوه انه يكمل الموسم ده بالشباب والناشئين. فاكرين الاهلي من سنتين مع الراجل سواريش البرتغالي لما مشي موسيماني وكابتن سامي قمصان مسك ماتش ولا ماتشين، وبعدين جه برتغالي اسمه سواريش قعد شهرين ومشي. فاكرين الايام دي؟ جه الاهلي لما شويه حس انه الدوري خلاص، عمل ايه؟ كابتن خطيب خد قرار، قال لك لا، ريح اللعيبه. وده قرار كان تاريخي لان ده اللي الاهلي بنى عليه بعد كده مع كولر وكسب كل حاجه. يعني السنه الثانيه، السنه دي الاهلي كان خسران، كسب افريقيا وخسران كل البطولات الثانيه، وكان مستواه البدني والفني والاجهاد والارهاق والفرقه ما كانتش شايفه، كل لدرجه ان وقتها انا فاكر الناس كانت عايزه السوليه يمشي، وعايزه ياسر ابراهيم يمشي، وعايزه محمد هاني يمشي، وعايزه قفشه يمشي، كل اللعيبه، وحسين الشحات يمشي. ما فاتش 3 اشهر بعد القرار ده واللعيبه ريحت راحه سلبيه بالعافيه بالاجبار شهرين. الموسم الثاني كولر جه، بقت فرقه الاهلي ما حدش عارف يوقفها، لا في افريقيا ولا في مصر. الزمالك بيفكر في نفس الفكره، انه خلاص مش كده كده الدوري طار، واحنا داخلين كمان في حدوته وهنرجع نلعب سيراميكا. ممكن نرجع نلعب بالشباب والناشئين وندي فرص للعيبه اللي احنا جبناها جديد تكمل الموسم، اللي ما ظهرتش زي عاطف وزي مهاب ياسر وزي اللعيبه اللي ما بتظهرش دي، واللعيبه اللي صاعده زي ايشو، زي يعني كل اللعيبه اللي صاعده دي مع الشباب، ونريح بقى الكبار، نديهم راحه سلبيه شهرين يريحوا ويبداوا فتره اعداد قويه مع المدير الفني للموسم الجديد، زي عبد الله السعيد وزي زيزو وزي فتوح ويكون الونش رجع يعني. والمسلوسي اللي بيلعب كل الماتشات ده المسلوسي ده يعني ده انت هتلاقيه بص بيجر في رجليه بعد ماتشين ثلاثه. مسلوسي ده في الاهلي في الزمالك عامل زي عبد المنعم كده، في الاهلي كل الماتشات بيلعبها. فالزمالك بيفكر في الفكره دي، وانت اما تشوفها بالناحيتين، واحد يشوفها انه يلعب بالشباب والناشئين عشان يحفظ ماء الوجه، يعني ان هو يعني كان منسحب ورجع وفاق. واحد تاني يشوفها فنيا وبدنيا في صالح الفريق، لانه الاجهاد والتعب لا هيدي فرصه ياخد نفسه، الفرقه تاخد نفسها. فدي فكره عجبتني بجد، يعني بعيد عن الكيد بقى والهري والكلام ده. لا، فكره انك ده الدوري فلت منك، ادي فرصه للي هم اللي ما لعبوش، وادي فرصه للي صاعدين، وحتى ممكن تختار منهم مين هتمشي، مين هتقيم تقييم فني سليم 100%. ده اللي بيفكر فيه الزمالك فعلا في هذه الايام. انا بقول لكم اتحدى اي حد يبعت لي كومنتات نادي في التاريخ لعب 16 مباراه في 50 يوم بمعدل كل 3 ايام مباراه بالظبط، كل 3 ايام بالظبط وساعه ونص عشان بس اكون دقيق. 50 يوم 16 مباراه. آخر الأخبار التي تدور في الساحة المصرية بعد عدم لعب مباراة القمة اليوم بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في القمة اللي المفروض كل مصر كانت تنتظرها النهاردة، ولكن لم يتم لعبها بسبب أن نادي الزمالك قال لك أنا مش هلعب أي مباراة في الدور الثاني
الا لما النادي الاهلي يخلص مؤجلاته. هو ما قالش النادي الاهلي، قال بس الانديه اللي مش لاعبه مباريات الدور الاول تخلص مبارياتها، ولكن كلنا عارفين هو يقصد النادي الاهلي ويحط النادي الاهلي في جمله مفيده. وطبعا عارفين النادي الاهلي علشان انشغاله بدوري ابطال افريقيا والفوز بيها، وعنده مباريات كثيره جدا الفتره المقبله، والفتره اللي فاتت ايضا كان عندنا سوبر افريقي والدوري الافريقي الجديد ايام صن داونز لما خسرنا منهم 1-0، وحاجات كثيره جدا ادت لمجلس اداره نادي الزمالك اللي هو من 3-4 ايام اجتماع ثم اجتماع ثم بيان وحوارات لحد ما وصلنا امبارح انه لغى المعسكر التدريبي لنادي الزمالك، وبالتالي لم يتم لعب مباراه القمه النهارده بعد ما النادي الاهلي وبرئاسه مجلس محمود الخطيب بعت $70,000 حوالي 3.5 مليون جنيه مصري لاتحاد الكره لاستقدام حكام اجانب. وفضيحه، يعني انت تخيل تطلب حكم والحكم ده يجي في تذاكر طيران وفنادق ويجي يقول لك معلش اصل الفريق الثاني عنده ظروف قهريه، وده حسب ما جاء في بيان نادي الزمالك. يعني احنا ما قلناش حاجه من عندنا، قال لك نادي الزمالك بعد خطاب لاتحاد الكره معلش احنا عندنا ظروف قهريه فمش هنعرف نلعب المباراه. ايه هي الظروف القهريه اللي عند نادي الزمالك؟ امر غريب يعني، وامر مضحك جدا في الرياضه المصريه. كل سنه لازم نادي الزمالك يخترع لنا حاجه تخلي الناس يضحك عليها، زي ايام روح البروتوكول ومش عارف الاحتواء وحاجات كثيره جدا. فبالتالي النادي الاهلي عايز يعوض الخساره دي. نادي دفع 3.5 مليون جنيه مصري حوالي $70,000 في عدم توافر العمله الصعبه في البلد. قال لك احنا دفعنا الفلوس وبالتالي مفيش مباراه تتلعب، يبقى على الاقل ان احنا ندفع 35 واتحاد الكره او نادي الزمالك يدفع 35، وبالتالي الامور دي هنشوفها في الوقت القادم. يعني من جانب اخر، يعني منذ قليل كده شفت خبر بيقول ان نادي الزمالك مش هينسحب من مباراه النادي الاهلي بس، لا ده هينسحب من مباراه سيراميكا الجايه وهينسحب من اي مباراه تاني. عضو مجلس اتحاد لكره القدم قال لو نادي الزمالك انسحب من المباراه اللي بعد كده اللي هي مباراه سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز هيتم نزوله للدرجه الرابعه، لان مفيش نادي بيعتذر مباراتين ورا بعض لظروف قهريه. ممكن نعديها مره، ولكن انما مرتين هيبقى الامر يعني مش موجود، وبالتالي هننزله درجه رابعه، وده حسب ما جاء يعني في بيان مجلس اتحاد كره القدم. من جانب اخر، نادي الاهلي برئاسه مجلس محمود الخطيب، الكابتن محمود الخطيب عمل حاجه حلوه جدا ما عملهاش نادي الزمالك، واللي هو بعت لمسؤول التذكرتي قال لهم احنا عايزين نعوض جماهير النادي الاهلي، عندنا حوالي 30,000 واحد من جماهير النادي الاهلي حجزوا في المقصوره اللي هي ب1000 جنيه وتذاكر الدرجه الاولى والثانيه او الثالثه، فبالتالي الناس دي دفعت فلوس ومفيش مباراه، فبالتالي عايزين نعوضهم. فمش عارف النادي الاهلي هيعمل ايه الفتره المقبله، ممكن المباريات اللي بعد كده ممكن تكون مباراتين او ثلاثه في القادم الدوري ممكن يكونوا مجاني اللي عايز يروح يشجع النادي الاهلي، ولكن في ظل الظروف الاخيره واللي احنا شفناه حاجات كثيره جدا متعلقه بالجماهير وحاجات يعني ما تصحش ان حد يروح يشاهد النادي الاهلي في الوقت الحالي، ولكن القادم افضل ان شاء الله. عموما هنتابع كل جديد في الساحه المصريه وهنشوف نادي الزمالك يا ترى هل هينسحب من كل المباريات الجايه ولا هو كان خايف يواجه النادي الاهلي. المعلومه دي هنعرفها الايام المقبله.